ايه رأيكم لو عملنا زيتون واكلناه بعد 10 ايام بالظبط؟ طايب ومستوي، جميل جدا، وشكل كمان مفيش احلى من كده. يلا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف الجمال ده هنعمله مع بعض ازاي. وهقول لكم كمان ازاي تخزنوه من غير خل والملح المظبوط بالظبط. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، وبإذن الله هتدعوا لي دعوة حلوة. على بركة الله كده هنبدأ. أنا هنا عندي 5 كيلو زيتون، هجيب واحدة واحدة بسهولة كده، أدقها بإيدي الهون، مجرد دقة خفيفة لحد ما تفتح عندي بسهولة كده. لو مش عايزة تدقيه ممكن بسكينة هقطعه بالطول. أنا هنا دقيتهم كده واحدة واحدة، ما بياخدش وقت خالص معايا. فايدة الدق هنا إنه بيخلي الزيتونة تتخلص من المرارة بتاعتها بسهولة، وكمان تستوي معايا بسرعة. بالظبط 10 15 يوم هنقدر ناكل من الزيتون، طعمه هيكون جميل جدا ومفيهوش أي مرارة. هنبدأ بقى نجهز الخلطة اللي هضيفها على الزيتون. أنا هنا بحب أضيف فلفل حامي وفلفل بارد أحمر وأخضر، وكمان عندي هنا وهضيف كمان كمية ليمون حلوة. يعني تقريبا ال5 كيلو زيتون هضيف عليهم حوالي 2 كيلو ليمون. والليمون اليومين دول ما شاء الله مليان مية، فال2 كيلو ليمون هيدوني كمية سائل حلو قوي. أقطع الليمون أنصاص كده عشان هضربه في الخلاط، وهقطع الفلفل مكعبات. اما الفلفل الصغير فانا هسيبه سليم مش هقطعه، وكمية الفلفل ترجع لكم. يعني انا مثلا هنا على ال5 كيلو ضفت بالظبط كيلو ونص فلفل. العلبة اللي هخزن فيها الزيتون هنزل بنص الزيتون وعليه جزء من الفلفل، وبعدين هنزل بنص الزيتون التاني وعليه الفلفل في الوش لحد البرطمان تقريبا ما يتملي. وفي الوقت ده انا هجهز الليمون، هضربه في الخلاط نص ضربة مع كوبايتين مية، وهضيف لكل كيلو زيتون 100 جرام ملح. المعيار المظبوط وبيخلي الزيتون عندي مظبوط جدا. قشر الليمون انا مش هصفيه ولا هشيله، بل بالعكس انا هسيبه يعمل طبقة عازلة على وش الزيتون، بحيث ان هو يكون طبقة عازلة عشان الزيتون ما يسودش. في نفس الوقت الليمون بيصفر وبيبقى جميل جدا وبيستوي برضو معانا. واغطيه بقشر الليمون بالشكل البسيط ده، واتاكد ان انا قفلت الوش كويس. وبكده اكون هنا خزنت الزيتون بالظبط 10 ايام او اسبوعين، هقدر اكل منه وهيكون مستوي جدا ومفيهوش اي مرارة. دي طريقتي اللي انا معتمداها من سنين، واهم حاجة تكون علبة محكمة الغلق. وهنا كده بالظبط كان عدى اسبوع. شايفين لون الزيتون اتغير من بره؟ انا حابة اوريكم اللون من بره ومن جوه. تعالوا كده نشوف شكله من جوه.
شايفين ما شاء الله لونه عامل ازاي. وعايزه اقول لكم ان الطعم مش ساغي، يعني ما هوش ممرر. بالظبط اسبوع وهفتح عليه واقدر اكل منه، وهيكون طعمه جميل جدا. ودول برضو هنا 3 كيلو زيتون، انا خزنتهم بنفس الطريقه في علبه تانية طبعا، وضفت عليهم الليمون والملح والفلفل. ولان الملح هنا ناعم، فبمجرد ما انزل بالميه هو بيدوب بسرعه. وهنا بالظبط كان عدى 15 يوم، الزيتون استوى وبقى طعم وشكل وريحه، وتاكلوه بألف هنا. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.